سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل والسيدة هاجر كانوا بيتكلموا أنهي لغة؟ هو سيدنا ابراهيم جه من اي مكان؟ العراق؟ كانوا بيتكلموا اي لغه؟ عارف السؤال المهم ايه هو سيدنا ابراهيم لما جه من العراق، هو فعلا سيدنا ابراهيم جه من العراق. السؤال ده مهم قوي وفيه تفكير، يعني تفكير نقدي. لما سيدنا ابراهيم جه من العراق ونزل على السيده هاجر في مصر، طب السيده هاجر كانت بتتكلم اللغه انهي لغه؟ وازاي فهموا بعض؟ وسيدنا اسماعيل اول ما نطق اي لغه؟ هو ده اللي احنا هنقوله النهارده للناس، والنهارده هنعرفه لك. سيدنا ابراهيم يا اخوانا اولا جاي من مكان من بلاد الرافدين اللي هي العراق. على فكره انا بحب العراق جدا، واحلى تحيه لاهل العراق، لان يعني ليهم تاريخ عريق جدا جدا، نبقى نفرده بعدين. طيب، وكان بس اقول حاجه كده عن بغداد، كانت تسمى بمدينه السلام في عصر الخليفه المنصور. نرجع تاني، سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام كان بيتحدث أي لغة. كان أولا ساكن في مكان أو في منطقة اسمها، آتى من منطقة اسمها الكلدانيين أو الكلدانيين. طب المنطقة دي كانت بتتكلم أي لغة؟ العلماء اختلفوا اختلاف كتير جدا جدا، لكن أرجح الأقوال إن سيدنا إبراهيم كان بيتكلم اللغة الكلدانية أو اللغة الآكادية. إيه اللغتين دول؟ دي كانت بتسمى بالعبرية القديمة أو السوريانية. اللغة دي أصلا العلماء اللغويين، علماء الوضع اللي وضعوا اللغة العربية وقعدوا يدونوا، قالوا إن دي أصلا أول من نطق باللغة السامية أصلا اللي كان بنتكلم بيها دي كان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اللغة الآرامية دي أو اللغة الآكادية أو الكلام ده تفرع عنه عدة لغات. إيه اللغات اللي تفرعت عن اللغة الكلدانية أو العبرية القديمة أو السوريانية أو اللغة السامية؟ تفرع عنها العبرية اللي احنا شايفينها اليوم، تفرع عنها اللغة العربية اللي احنا شايفينها اليوم، تفرع، خد بالك هي ما كانتش بيتكلموا كده عربي قديما، هي تطورت لحد ما وصلت للغة العربية اللي انا بكلمك فيها. العبرية، العربية، الآكادية، والآرامية. يبقى سيدنا إبراهيم يا إخوانا على الأرجح كان بيتكلم اللغة السامية القديمة. لما نزل على مصر كان بيتكلم في مصر أي لغة؟ كان بيتكلم اللغة الآرامية أو اللغة الكلدانية. طيب السيدة هاجر رضي الله عنها كانت تتحدث اللغة المصرية القديمة، اللي هي إيه؟ اللغة المصرية القديمة كانت ثلاث حاجات. عندك الهيروغليفية، ودي كانت اللغة الرسمية اللي كانت في الخطابات زي اللغة العربية الفصحى كده. وعندك اللغة الهيروطيقية اللي كانت بتتكتب على الورق البردي. وكانت الديموطيقية اللغة اللي هي العامية اللي احنا بنستخدمها، اللي انا زي ما احنا بنتكلم بالمصري، ايه يا زميلي، ازيك يا صاحبي، ايه يا باشا، الكلام ده كله. دي اللي انا بعشقها، اللغة المصرية بتاعتنا الجميلة يعني. طب هم كانوا بيتكلموا اللهجة دي؟ لا، تطورت لحد ما وصلت للطريقة اللي انا بكلمك بيها دلوقتي. طيب يبقى دي كده سيدنا ابراهيم والسيدة هاجر. طب سيدنا اسماعيل بقى، سيدنا اسماعيل أول ما نطق كان يتكلم من لغة أبيه على لغة أمه، زي واحد نشأ باللغتين. تلاقيه مثلا واحد بيتكلم عربي وإنجليزي، أحيانا كان بيتحدث لغة أبيه وأحيانا كان بيتحدث لغة أمه، إلى أن تزوج أو إلى أن تعلم من قبيلة جرهم اللي اتكلمنا عنها المحاضرة أو الفيديو الماضي اللغة العربية. على قول ابن عباس أول من فتق لسانه باللغة العربية وهو ابن 14 عاما هو سيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لكن السؤال بقى اللي هنعمله الفيديو القادم، هو ازاي سيدنا إبراهيم اتكلم مع السيدة هاجر واللغات كانت مختلفة؟ ازاي فهموا بعض وازاي تواصلوا مع بعض؟ هو ده اللي احنا هنرد عنه الفيديو القادم بإذن الله تعالى. اشترك معنا بقى وخليك معانا عشان نعم الفائدة بإذن الله تعالى. بس كده خلصت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.